السلام عليكم. حلقة النهاردة حلقة مسلية، هنتكلم عن الهورس باور، هنتكلم عن التورك العزم، هنتكلم ازاي نقرا داينو تشارتس، وهوريلك ازاي لما تسمع ان في عربية 200 حصان مش كل العربيات ال 200 حصان زي بعض. مش بالضروري خالص لو جبت عربيتين كل واحدة 200 حصان وحطيتهم على الدراج ستريب وقلت لهم يجروا مع بعض ان ادائهم يبقى شبه بعض خالص. انا محمد شفيق، يلا بينا. كان في فيديو نزل على جروب من جروبات الفيسبوك، في عربية في دبليو تي اف اس اي متونة ستيج 2، وفي عربية تانية الفا روميو 300 حصان. وفي الفيديو ظاهر ان التسارع لصالح الجولف، فتيجي تبص في التعليقات تلاقي يقول لك ايه ده، الالفا روميو دي لا يمكن تكون 300 حصان. ازاي 300 حصان؟ اكيد مش مظبوطه. لكن لما شفتش حد ساله طب هي فعلا الالفا روميو دي طلعت على الداينو ومسجله 300 حصان؟ طب هي امامي ولا خلفي ولا رباعي؟ والجولف امامي ولا خلفي ولا رباعي؟ طب هما نفس الوزن؟ طب هما نفس الفتيس؟ فهي الحاجات دي مش بالاجتهاد كده بكتب على الكيبورد خلاص انا بقيت عارف مين اسرع من مين. وحتى لو فرضنا ان دي 300 حصان وان التانية اللي احنا ما نعرفش هي كام حصان، مثلا 250 حصان، عادي جدا ممكن يكون التسارع لصالح ال 250 حصان. والحلقه دي تمهيد للموضوع ده اللي هنتكلم فيه في الحلقه الجايه ان شاء الله، وهو موضوع التسارع. اول حاجه هنبدا بيها هو التورك والهورس باور. ايه الفرق بين العزم وايه الفرق بين الاحصنه؟ الانترنت مليان فيديوهات بتشرح لك ايه الفرق بين الهورس باور وبين التورك، ومع الشرح ده احيانا يا اما الموضوع ما بفهمش منه حاجه، يا اما الموضوع بيعقد جدا ويبتدي يخش في تفاصيل، وبعد ما كانت الفكرة فهمتها في الأول تلاقي لففني في حوارات تانية خلتني مش فاهم. فأنا هعمل محاولة في الفيديو ده إن أنا أبسط لك الفكرة، وبإذن الله تخرج فاهم إيه الفرق بين الحصان وإيه الفرق بين النيوتن متر أو الفوت باوند بتاع العزم. إحنا كلنا عندنا تخيل للعزم. تخيل كده انك انت ماسك مفتاح وبتحاول تربط مسمار او تفك مسمار، والمسمار ده قافش وانت عمال بتزق بتزق بتزق. القوه اللي انت بتحطها والزق بتاعك ده هو ده العزم. فالعزم ده مش بالضروره يبقى فيه حركه. يعني انت ممكن في المثال اللي انا قلته لك ده انت بتحاول تفك مسمار قافش وماسك دراع طويل جدا بتحاول عمال بتفك، انت عمال بتحط قوه وعمال بتشد، مفيش حركه والصاموله ما بتلفش من مكانها ولا تتحرك. لكن بالرغم من كده انت حاطط عزم عالي زي ما انت شايف في الفيديو ده، ممكن يوصل ل 266 فوت باوند. فده هو العزم. انا في الحلقه دي مش عايز اخش في اي تفاصيل ولا اي معادلات معقده ولا اي تعريفات للحاجات دي كلها. هنخلي حلقه كده دمها خفيف ولطيفه ومليانه فيديوهات وتسالي. فانت موتورك في الاساس بيطلع عزم، ولما بتروح على داينو، الداينو ده بيقيس لك العزم بتاع الموتور بتاعك. شايف انت مثلا في الفيديو بتاع الهيل كات دي، انا عارف انا بتفرج على بعض القنوات الغريبه، بس شايف كل ما بيدوس العربيه بتتلوي ازاي، بيحصل لها تويستنج. اللوي والتويستنج ده بيحصل بسبب العزم. الدوران اللي بيتنقل في الدرايف شافت بتاع العربيه بيعوج العربيه كلها كل ما يدوس. وهسيب لك الفيديو ده بتاع دراج ريسنج بتاع عربيات نقل محمله اطنان وراها من الخشب. انا عارف انا بتفرج على حاجات غريبه، بس اتفرج معايا. شفت العزم العنيف بيلوي الشاسيه بتاع العربيه بشكل عامل ازاي؟ وعلشان احاول اشبه لك برضو التورك ده عامل ازاي، وان هو فورس قويه جدا ممكن تتحس حتى لو مفيش سرعه عاليه او مفيش تسارع عالي. لو حد فيكم ركب عربيه تربو ديزل قويه، سيدان مثلا، او عندنا هنا في مصر الهاي ايس اللي هو الكبير ده، واحيانا مثلا يبقى جاي طالع مطلع ومحمل على العربيه، تحس ان انت ملزوق في الكرسي حرفيا، يعني مشفوط لورا، برغم ان هو التسارع مش جامد، التسارع بسيط. فهو احساس الشفطه ده، احساس اللزقه ده، هو ده العزم. طيب امال ايه بقى الهورس باور؟ يفرق ايه العزم عن الهورس باور؟ الهورس باور بتاع الموتور انا ممكن اقول لك ان انا اجيبه من العزم. انت هتقول لي الموتور ده بيطلع تورك شكله عامل ازاي، والار بي ام اللي هو مطلع عنده التورك ده، انا اوتوماتيك هطلع لك الهورس باور. بس قبل ما نخش في الحته دي انا هدي لك مثال تاني. تخيل انا جيت قلت لك زق الحيطه دي، عادي بيحصل وفي ناس حاولت تزق حيطان قبل كده. المهم علشان المثل بس ايه، هنتخيل ان احنا بنزق حيطه. انا قلت لحضرتك قوم زق في الحيطه دي، فانت واقف وعمال بتزق في الحيطه دي، الحيطه ما بتتحركش. انت بتابلاي عزم، بتابلاي فورس، بتابلاي طاقه، في طاقه انت حاططها وبتزق بيها الحيطه دي، وهي ما بتتحركش خالص. افرض جدلا ان الحيطه دي اتحركت منك بس بسرعة بطيئة جدا. التورك بتاعك ده مع الحركة مع السرعة ابتدى يتحول لهورس باور. طيب تخيل ان احنا جبنا اتنين بقى يزقوا حيطتين شبه بعض بالظبط، وواحد قدر يزق الحيطة دي بسرعة بطيئة والتاني قدر يزقها بسرعة أعلى. شيل يا عم الحيطة وحط دبابة، الموضوع سهل، ما توقفش نفسك عند إيه قصة الحيطة دي. تخيل إن إحنا جبنا دبابتين تقال،
وخلينا واحد بيزق وواحد قدر يزقها بسرعة معينة والتاني قدر يزقها بسرعة أسرع منه، بفرض إن الاتنين بيزقوا بنفس القوة ونفس العزم بالظبط، بس واحد أسرع من التاني، فده بيطلع هورس باور أكتر من ده، مع إن الاتنين عندهم نفس العزم، الاتنين بيزقوا بنفس الطاقة، بس ده قادر يزق بيها بسرعة أعلى منه. طيب تخيل إن واحد بيزق الدبابة الكبيرة دي بسرعة معينة، وقمنا جايبين واحد يزق دبابة أصغر منها وأخف منها، فهي أبلاي عزم أقل بس هيقدر يجري بيها مثلا ب3 أضعاف سرعة ده ممكن يبقى مطلع هورس باور أعلى برغم إن ده مطلع عزم أعلى منه، زي الموتور الديزل كده والموتور البنزين، ده بيطلع تورك أقل بس بيعرف يعمل سرعات عالية، يعمل هورس باور عالي، وده بيطلع تورك اكتر بكتير بس ما بيقدرش يوصل لنفس السرعه، نفس الار بي ام اللي الموتور البنزين بيوصل لها. المثال ده تبسيط شديد جدا، لكن لو الفكره وصلت كده خلاص يبقى هو العزم هي قوه طاقه بزق بيها، الهورس باور انا قادر انفذ بنفس الطاقه دي بسرعه شكلها عامل ازاي. فبالتالي المعادله بتاع الهورس باور بيساوي تورك العزم ده مضروب في الار بي ام السرعه اللي بيلف بيها الموتور، مقسوم على رقم 52 52 ده في حاله ان العزم ده بالفوت باوند. لو العزم ده بالنيوتن متر هيبقى الرقم ده مقسوم على 7122. يبقى حضرتك لو اديتني رسمه العزم بتاع اي موتور في الدنيا عند كل ار بي ام مطلع عزم كام، انا هقوم راسم لك الهورس باور اوتوماتيك، هاخد العزم ده اضربه في الار بي ام واقسمه على 52 لو كان بالفوت باوند. وتعالى بص معايا على المثال الجاي ده. تعالى نفرض ان احنا عندنا عربية بتطلع عزم 200 فوت باوند. خلاص مفيش عربية طبعا بتعمل المنظر اللي انت شايفه ده، انها بتطلع عزم ثابت من 1000 ار بي ام لغاية 6500 ار بي ام خط مستقيم، بس ده مثال نظري علشان نفهم الفكرة. زي ما قلت لك الهورس باور عبارة عن ايه؟ عبارة عن العزم مضروب في الار بي ام مقسوم على 5252. ده معناه ان انا لو قمت حاسب الهورس باور ورسمته هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا بالظبط عند 5252 ار بي ام. العربية دي مطلعة عزم ثابت، احنا قلنا العزم ده هي الشفطة اللي انا بحسها، اللزقة اللي بتلزقها في الكرسي، ومع العزم الثابت ده كل ما الار بي ام بيزيد كل ما الهورس باور بتاع العربية بتزيد. تعال نفرض جدلا ان انا عرفت الف الموتور ده لغايه 10000 ار بي ام ونشوف ايه اللي هيتغير. زي ما انت شايف كده نفس الموتور ده انا كنت عند 6500 ار بي ام بطلع منه حوالي 250 حصان، لو عرفت الموتور ده اسرع الار بي ام بتاعه واوصل بيه لغايه 10000 ار بي ام انا ممكن اطلع من نفس الموتور 380 حصان، طبعا بفرض ان العزم ثابت زي ما هو منزلش عند ال 10000 ار بي ام. ودي الوسيله اللي بتستعمل علشان تعرف تطلع من نفس الموتور هورس باور اعلى من غير ما تزود السعه بتاعته، زي في الريسنج بايكس والعربيه الفورمولا 1 وبعض المصنعين التانيين زي فيراري مثلا والهوندا الاس 2000 وبعض المواتير، ان هم بيعرفوا يعلوا بالهورس باور عن طريق شويه ار بي ام زياده. تعال ناخد مثال تاني هرسم لك الهورس باور بتاع عربيتين. ايه رايك انت تختار انهي عربيه من دول؟ العربيه الاولانيه الهورس باور بتاعها الاصفر زي ما انت شايف بادئ من 50 حصان وبعدين طلع وصل لبيك بتاعته اعلى رقم جابه 160 حصان. العربيه التانيه لو جينا قرينا الكتالوج بتاعها هنلاقي مكتوب فيها 180 حصان، بس الرقم اللي انت سمعته ده لا يمثل الحقيقة كاملة. هتقولي طبيعي ما هو مفيش عربية اصلا شكل الهورس باور بتاعها بيبقى بالمنظر ده. هقولك صحيح مش بالظبط كده، لكن في بعض التيونز وبعض العربيات انا شفت جرافس شكلها شبه كده. الفكرة هنا ان انا عايز اكلمك عن الاريا اندر كيرف، يعني انت شايف المنطقة دي كلها، الحتة دي من اول 3000 ار بي ام او من اول 2500 ار بي ام لغاية ال 4500 ار بي ام تقريبا، الموتور الاولاني او العربية الاولانية بتطلع باور اعلى. الراجل ده بيطلع شوية هورس باور أعلى في المنطقة الضيقة جدا من 4500 ار بي ام ل 5500 ار بي ام، وبعد كده الموتور التاني برغم ان هو 160 حصان بس متميز عنه. فانت لو جيت حسبت المساحة تحت المنحنى الأصفر ده كله اللي هي المنطقة دي، لو قلنا هي دي اللي بيسموها الاريا اندر كيرف، معلش الرسم على قدي، لو جيت حسبت المساحة دي كلها وقمت جاي حاسب نفس المساحة بس تحت الكيرف الأزرق، دي اللي بيسموها الاريا اندر كيرف، هتلاقي ان المساحه تحت الكيرف الازرق اقل من المساحه تحت الكيرف الاصفر. انت في اغلب سواقتك مثلا على 2500 ار بي ام 3000 ار بي ام لغايه 4000 ار بي ام انت مستفيد بالموتور الاولاني مطلع هورس باور اعلى. في الحته دي بس لو انت كل الاكسلريشن بتاعك ما بين النقطتين دول، يعني انت حياتك كلها عايشها ما بين ال 4500 ار بي ام لغايه 5.5، هقول لك خلاص اختار الموتور التاني، لكن غير كده اوفرول الموتور الاولاني هو اللي يكسب. يبقى الرسمه اللي حضرتك شفتها في المثال ده دي داينو تشارت. داينو تشارت عباره عن ار بي ام ومرسوم العزم ومرسوم الهورس باور بتاع العربيه، ولو العزم ده بالفوت باوند هتلاقي الخطين لازم يتقابلوا عند 5252 ار بي ام، ولو لقيت جراف الاتنين مش متقابلين عند الرقم ده هيبقى حاجه من اتنين،
يا اما وحده الهورس باور مختلفه يا اما وحده العزم مختلفه. والحاجه الثانيه ان انت ممكن تلاقي الهورس باور مثلا معمول على سكيل معين من 0 ل 200 وتلاقي العزم معمول على سكيل بارقام مختلفه خالص مثلا من 0 ل 300، فالاثنين ما بيتقابلوش عند الرقم اللي احنا قلنا عليه. طيب احنا شفنا الداينو تشارت. الداينو بقى او الداينامومتر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جهاز بيقيس العزم اللي الموتور بتاع عربيتك بيطلعه، وبيبقى عارف الار بي ام بتاع العربيه، فبالتالي يقدر يرسم لك رسمه العزم ومنها يقوم راسم لك رسمه الهورس باور. انواع الداينو 3، في حاجه اسمها انجن داينو، في حاجه اسمها شاسي داينو، وفي حاجه اسمها هاب داينو. الانجن داينو ده اللي بيقيس الكرانك هورس باور، بيبقى الموتور راكب على الداينو وخارج عمود كده من الموتور واصل بالداينو هو اللي بيقيس الفورس او العزم او التويستنج اللي الموتور بيطلعه. مين بيستعمل الانجن داينو ده؟ يا اما مصنع السيارات لان هو بيصنع مواتير، فبالتالي لما يجي يختبر الموتور بيحطه على الداينو ده، يا اما الراجل الانجن بيلدر اللي بيبني مواتير وبالتالي قبل ما بيطلعها للزبائن بتاعته بيعمل لها التيوننج وبيظبطها على الانجن داينو، وهوري لك فيديوهات للكلام ده كمان شويه. طيب الانجن داينو مفيد في ايه؟ مفيد في ان انا اعرف الهورس باور اللي الموتور ده بيطلعه، بغض النظر بقى هو الموتور ده راكب فين، راكب في بسكليته، راكب في عربيه، راكب في مركبه، واصل بكاوتشه قد كده، رباعي، امامي، خلفي، بغض النظر عن كل الحاجات دي واللي ممكن تعمل هدر للطاقه بتاعته، انا عايز اعرف الموتور ده قصاد الموتور ده قصاد الموتور ده. بس طبعا رخامه الموضوع ده ان الانجن داينو ده انت لازم تركب الموتور على الداينو وتوصل له جميع أجهزة التغذية والكهرباء والبنزين والتبريد وكل حاجة. في الكلام ده مش متاح لواحد زيي، مش هفك موتوري علشان احطه على انجن داينو علشان اعرف بالظبط الموتور بيطلع كام حصان وارجع اركبه في العربية تاني. الكلام اللي هقوله ده بينطبق على الانجن داينوز وعلى الانواع التانية، بس هقوله لك هنا قبل ما اوريك الفيديوهات الجاية دي ان عائلات الداينوز بتنقسم لاسمين رئيسيين، حاجة اسمها انيرشيا داينوز، حاجة اسمها ريتاردر داينوز. الانيرشيا داينو ده ان بيبقى فيه زي بكرة الموتور بيحاول يلفها، البكرة دي ليها وزن معروف وليها تقل معروف، فانت الموتور او العربية لما يبتدي يلف البكرة دي هو بيقوم حاسب هو قدر يلفها بسرعة شكلها عامل ازاي، وبالتالي يستنتج منها العزم والهورس باور. والانيرشيا داينوز دي عادة بتطلع اعلى ارقام وما بتبقاش ادق حاجة ومش اسهل حاجة بالنسبة للتيونر. ليه؟ لان هو بيعتمد ان انت تقوم متسارع بالموتور او بالعربية لاسرع حاجة باقصى طاقة عندك، فبالتالي تقوم ملفف البتاعة دي ويحسب لك العزم. لكن افرض انا عايز اقف عند 4000 ار بي ام مثلا واشوف العزم كام في الحتة دي، مش هتعرف تعملها بالانيرشيا داينو. النوع التاني بقى اللي هو الريتاردر ده بيستعمل يا اما ميه يا اما كهرباء علشان يحط مقاومة في وش الموتور او في وش العربية. الانجن راكب على الداينو، الانجن بيحاول يلف وهو التاني حاطط فورس قصاده مكتفاه، ولازم يكون الداينو قادر يحط فورس اقوى من بتاع الموتور علشان يكتفه، فهو اللي بيتحكم. انت دايس بنزين للاخر على الموتور، هو الداينو هيسمح لك ان انت تطلع مثلا من سرعه 80 كم في الساعه لسرعه 200 كم في الساعه في خلال 10 ثواني. هو هيفرمل الموتور ومش هيسمح له ان هو يلفف الداينو بالسرعه اللي هو عايزها. الداينو هو اللي بيبقى اقوى وهو اللي متحكم في سرعه الموتور، فانت كده حاطط حمل عالي جدا على الموتور. يعني عايزك لما تيجي تسمع الفيديوهات او تروح مع حد مثلا بيقيس عربيته على الداينو، ركز كده اهو، هتلاقي في الاول وهو بيعمل كاليبريشن العربيه بتلف بسهوله جدا ومفيش اي حاجه، وبعد شويه هيقوم مثبت الار بي ام وهيدوس عنده على زرار الداينو، هيقوم حاطط لود على العربيه، هتلاقي صوت العربيه اتغير كانها قامت طالعه مطلع او متكتفه او في حاجه بتحاول توقفها، وبعدين هيقوم دايس في وش المقاومه دي، والداينو هو هيبتدي بقى يقيس الفورس اللي العربيه بتحطها، بس هو برضو اللي بيسمح لها تتسارع بالسرعه اللي مدخله عنده. الراجل التيونر بيبقى محدد مثلا في الداينو ان العربيه دي هتتسارع من 80 كم في الساعه ل 200 كم في الساعه في 10 ثواني، الداينو مش هيسمح لها تتسارع بسرعه اكتر من كده، وبعد كده سرعه العربيه ترجع تهدى تاني وبعدين يطلع لك الرسمه بتاعتك. انا بقول لك الكلام ده قبل ما تشوف الفيديوهات الجايه علشان تبص على حاجتين. نمره واحد، عايزك تركز في الفيديو الاولاني، هتلاقيه وهو بيسرع الار بي ام بتاع الموتور، عند ار بي ام معين هتلاقيه كاتب الهورس باور ومطلع التورك بتاع الموتور، حتى وهو واقف ثابت ما بيتحركش، يزود الار بي ام شويه يطلع الهورس باور والتورك عند الار بي ام ده، وبعدين يكمل الدوسه براحته. الحاجه الثانيه اللي عايزك تشوفها في الفيديو الثاني ان ازاي الموتور ده لو الباور بتاعته او العزم بتاعه قريبه من الداينو او اقوى من الداينو، ممكن ان هو يغلب الداينو والداينو ما يعرفش يكتفه ويعمل التسارع مثلا في ال10 ثواني اللي كانت متحدده دي، ممكن الموتور يقوم مخلصها في ثانيتين ثلاثه بسبب العزم الزياده اللي عنده اللي هو اقوى من بتاع الداينو.
يبقى قبل ما نسيب الانجن داينو ده اعلى رقم هورس باور، الكرانك هورس باور اللي بتبقى طالعه من الموتور ده بيبقى اعلى رقم. اي حاجه بعد كده بقى في السكه هتعدي على حاجات بتهدر الطاقه دي، هتعدي على فتيس، هتعدي على كردان، هتعدي على كرونا، هتعدي على عجل، هتعدي على كبالن، كل الحاجات دي بتهدر طاقه. الكرانك هورس باور ده اعلى رقم، ده خارج الموتور بتاعك. الشاسي داينو ده الداينو اللي احنا عارفينه والمشهور والمنتشر عندنا هنا في مصر، ان انت العربيه كلها على بعضها، الشاسيه كله على بعضه بيطلع على داينو، العجل بيبقى قاعد على درامز او رولرز بتلف واصل بيها بقيه اجهزه الداينو اللي بتقيس العزم ده. الشاسي داينو في منها اللي بيقيس التو ويل درايف، وفي منها اللي يقدر يقيس الفور ويل درايف. في عربيات من الرباعي ممكن تتفصل وتشتغل عجلتين بس علشان يعرفوا يقيسوها على داينو بتاع عجلتين، او علشان يقللوا الهدر اللي رايح للاربع عجلات ويقيسوا العزم اللي طالع على عجلتين بس زيها زي اخواتها. النوع ده من الداينو له مشاكله، ولو انت جربته اكيد شفت المشاكل دي. اول حاجه نوع العجل اللي عندك بيفرق، العجل ده هيعرف يمسك في الدرامز دي ولا هيسليب من عليها. احيانا لو العربيه مطلعه عزم عالي ممكن تسليب وما يبقاش ماسك في الدرامز، فبالتالي هتعمل ايه؟ يا اما هترش ماده، يا اما هتقلل البريشر بتاع العجل، هتقلل ضغط الكاوتش، يا اما هتشد السترابس على العربيه فتقوم مكتفها اكتر. كل الحاجات دي بتغير البارامترز تماما. ارتفاع العربيه بيقصر، العجله بتبقى مبططه من تحت، فالار بي ام ممكن يخلف ما يطلعلكش قرايات مظبوطه. ظبط الزوايا بتاعك لو العجل مفتوح شويه او مقفول شويه دي ممكن تفرق هي كمان. فهو مش اسلس واسهل حاجه للقرايات، والعربيات القويه احيانا بتعرف تغلب الشاسي داينو ده بسهوله، وبالتالي ما تعرفش تطلع منه قرايات مظبوطه. تاني حاجه في قصه الداينو ده ان انت دلوقتي طيب انا طلعت حاجه اسمها ويل هورس باور، انا مطلع الهورس باور على العجل. طيب هو عند الموتور كان كام الهورس باور ده بقى؟ الموضوع فيه خلاف كبير جدا. طيب هي نسبه ولا رقم ثابت؟ والرقم الثابت ده بيتغير من عربيه لعربيه، وبيتغير بنوع الكاوتش ونوع الجنط ووزن الكاوتش ووزن الجنط ولا لا. موضوع مكلكع وعليه خلاف كبير جدا. ثالث حاجه ان السوفت وير بتاع الداينو زي ما ورالك الويل هورس باور يقدر يستنتج لك او يحسب لك الكرانك هورس باور، والكرانك هورس باور اللي بيحسبه ده فيه كذا طريقه لحساباته غير المعادله اللي انا اتكلمت عليها. علشان يحول من ويل هورس باور لكرانك هورس باور، مش بتكلم من عزم الهورس باور، لا من ويل لكرانك، بيفترض شويه افتراضات. في بعض الطرق للحساب مختلفه ما بين الدول والانظمه وبعضيها. اليابان مثلا عندهم الحسابات بتطلع رقم، لو اخدت الموتور ده وحطيته في بلد تانية تطلع لك رقم تاني خالص. السوفت وير بتاع الداينو المفروض بيبقى واصل بستيشن تعرف تعرفه الرطوبه ودرجه حراره الجو وظروف، علشان يعمل كاليبريشن ان العربيه دي جت في درجه حراره 40 والعربيه دي جت في درجه حراره 20، دي جت في رطوبه كذا ودي جت في رطوبه كذا، يعادل الحاجتين بحيث كانهم كلهم كانوا في نفس الوقت وفي نفس اليوم. فهو اوريدي بيفرض افتراضات، وممكن احيانا الاوبريتور بتاع الداينو يدخل هو الارقام دي ويغير فيها، وكل الحاجات دي ممكن تطلع لك ارقام هورس باور مختلفه تماما. ده غير ان في حاجه اسمها كاليبريشن او معايره محتاجه تتعمل للداينو كل فتره. علشان كده في اجماع ومفيش خلاف على ان ارقام الداينوز ما ينفعش تقارن ببعضيها. انا لو طلعت عربيتي هنا وطلعت 200 حصان، واحد راح طلع عربيه على داينو تاني ومطلع 250 حصان، وارد ان العربيه دي لو راحت هناك ما تطلعش ال 200 حصان، او ان هو لو راح هنا ما يطلعش ال 250 حصان. امال ايه لازمه الداينو بقى؟ نمرة واحد، في حق التيونر بيستفيد جدا من الداينو، يقدر يعمل تيوننج للعربية على الداينو ويطلع لسرعات ما يعرفش يوصل لها على الطريق، ويجرب لودز مختلفة، يحمل حمل جامد على العربية ويطمن ان كل حاجة سيف وانها مش هتريتارد دوسة ورا التانية ورا التالتة. فهو تول مفيدة جدا بالنسبة له، ويعرف يشوف الهورس باور والتورك عند كل ار بي ام شكله عامل ازاي، لقى في الحتة دي مشكلة يعرف يظبط عندها، لقى هنا حاجة شكلها غريب يظبطها. فهو تول مفيدة جدا. يقدر يعمل تعديل في العربية هاردوير او حاجة، يفك حاجة يركب حاجة ويشوف قبل وبعد يقارنهم ببعضيهم. بالنسبة لحضرتك بيبقى عندك رقم تقريبي للهورس باور بتاع عربيتك، واللي اهم منه ان انت عندك الكيرف زي ما هنشوف في اخر الحلقة باذن الله، وشايف شكل منحنى العزم بتاعك ومنحنى الهورس باور شكلهم عامل ازاي. لكن نرجع للكلام اللي قلناه في اول الفيديو بقى، ده بيقول لك دي 250 حصان ودي 300 حصان. اصلا بفرض ان دي فعلا طلعت الداينو وجابت 250 حصان، واصلا ان دي طلعت الداينو وجابت 300 حصان، وده ما بيحصلش، الناس بتوزع الحصانه كده من جيبها وهي قاعده بالكيبورد. وارد جدا ان الاثنين دول لو طلعوا على نفس الداينو ما تلاقيش ال 300 ولا تلاقي ال 250، تلاقي رقمين تانيين مختلفين. فما تقارنش ارقام الهورس باور اللي طالعه من الداينو ببعضيها، فضلا عن الارقام اللي الناس بتقوم هبدها من دماغها او بالخبره بتاعتها عشان هي ناس جامده وفاهمه كويس جدا في العربيات. نيجي بقى للنوع الثالث من الداينوز، وهو الهاب داينو، النوع الجميل الظريف السهل واللي ابتدى ينتشر بشده. الشاسي داينو قلنا ان هو بيقيس عند العجل، الهاب داينو هيرجع مرحله قبليه، هيشيل الهدر بتاع العجل ده وهيقيس عند الهابز نفسها. فانت بتفك العجل وبتوصل الداينو على طول في الهابز بتاعتك، كده انت طبعا ضيعت الهدر بتاع العجل،
فالهاب داينو هيطلع لك ارقام اعلى من الشاسي داينو. الشاسي داينو قلنا كان بيطلع ويل هورس باور، الهاب داينو هيطلع لك رقم اعلى منه بشويه. ليه؟ علشان شلنا الهدر اللي جاي عن طريق العجله والجنط اللي راكبين. وتاني ميزه له ان ما عندكش الويل سبين اللي كان بيقابلك في الشاسي داينو، لكن بقيه الخصائص كلها والسوفت وير والكاليبريشن وان هو يطلع لك من الهاب يحسب لك انت عندك كام كرانك هورس باور زيه زي التاني بالظبط ونفس السوفت وير. لكن عندك الميزتين اللي انا قلت لك عليهم دول، وتعالى افرجك على الفيديوهين الجايين دول. واحد لعربيه فيها انجن برو مود حوالي 4000 5000 حصان. الموتور ده قوي جدا واستجابته سريعه جدا لدرجه ان انت هتشوف ازاي بيغلب الداينو بمنتهى السهوله. الداينو ولا بيعرف يوقفه ولا بيعرف يفرمله. الانجن ده اول ما بيدوس بنزين بيوصل للريد لاين كده اهو في لمح البصر. والفيديو التاني علشان انا بحبه هفرجك على العربيه وهي بتطلع 4200 حصان على العجل. It accelerates so fast the dyno can't catch it. That's just the nature of this dyno. That was with 100% load from start to finish, and that's what it does. وتعالى اوري لك بقى حاجه شيقه جدا. هجيب لك 8 مواتير كلهم 200 حصان، مفيش واحد فيهم تقريبا شبه التاني. اول مثال معانا لعربيه 200 حصان، الموتور ال 2000 سي سي بتاع السوبارو البي ار زد والتويوتا الجي تي 86 بتوع زمان، الموديل القديم مش الموديل الجديد. موتور 4 سلندر بوكسر تنفس طبيعي، وده شكل الكيرف بتاعه. الموتور ده محترم جدا في ان هو تقريبا كيرف العزم بتاعه خط ثابت من اوله لاخره، شبه خط ثابت زي المثال النظري اللي احنا شفناه. ولو جيت تشوف الهورس باور هتلاقيه بيتقابل مع التورك بعد 7000 ار بي ام. ليه؟ لان كل الرسومات الجايه دي انا عاملها بالنيوتن متر علشان دي الوحده اللي احنا متعودين عليها هنا في مصر. طيب الموتور ده بيجيب ال 200 حصان امتى؟ هنفترض ان هو بيجيبهم في المنطقه اللي في الاخر خالص دي عند ال 7000 ار بي ام، لكن قبل كده ما بيجيبش ال 200 حصان. يعني لو جينا عند 5500 ار بي ام هتلاقيه 150 حصان، لو جينا هنا عند 3500 ار بي ام 100 حصان. وصلت الصورة؟ تعال بقى اقارنهولك بموتور السعة بتاعته اكبر شوية بس برضه بيطلع 200 حصان، الموتور بتاع البي ام دبليو الام 54 البي 25. الموتور ده نزل في الاي 39 ونزل في بعض العربيات، 2500 سي سي 6 سلندر وبيطلع 192 حصان. زي ما انت شايف المنظر مختلف. شايف فرق العزم ما بين الموتورين عامل ازاي؟ فرق كبير جدا، يعني تعرف تقول من اول الار بي ام لغايه تقريبا الريد لاين. وبالتالي ده عامل لك ان في فرق هورس باور في اغلب الرينج برضو لغايه تقريبا الريد لاين. يمكن الموتور بتاع السوبارو بيريف اكتر شويه وبيجيب هورس باور اعلى بس عند 7000 ار بي ام، لكن تحت ال 6500 ار بي ام قطعا الموتور التاني التورك بتاعه والهورس باور بتاعه اعلى من الموتور الاولاني. يبقى بالرغم من ان الموتور الاولاني والتاني الاتنين 200 حصان، لكن لما تشوف الداينو تشارت بتحكي قصة مختلفة تماما. تعال اجيب لك مثال اعجب من كده بكتير. اجيب لك موتور 5700 سي سي 8 سلندر بيطلع 200 حصان. هتقول لي ازاي بيطلع 200 حصان؟ في فتره كده جت على المواتير الامريكاني بعد سنه 70 تقريبا لما الليدد فيول اتلغى واتحط انليدد فيول، فالاوكتين قل وحصلت ازمه الخليج بتاعه البنزين واسعار البنزين غليت، وزاد على كده كمان ان هم قرروا يقللوا الانبعاثات اللي طالعه من العادم. الثلاث حاجات دول دفعوا مصنعين المواتير عندهم ان هم بدل ما يصمموا مواتير جديده او efficient يستعملوا نفس الديزاينز بتاعتها بس خنقوا الهيدز شويه بتاعتها، قللوا الاير فلو، قللوا الكومبريشن ريشيوز بتاعت المواتير عشان ما تنكش، وكانت النتيجه زي ما انت شايف كده. موتور بيطلع عزم كبير جدا بسبب السعه بتاعته 5700 سي سي بالمقارنه بال 2000 سي سي، 350 نيوتن متر بالمقارنه ب 200 نيوتن متر تقريبا، وبالتالي الهورس باور اعلى بشويه، لكن الموتور ده كسلان جدا وبيشطب وبيخلص نفسه على 5500 ار بي ام، في حين ان الموتور التاني شغال ومكمل لسه. فالموتور ده اول ما تدوس عليه تلاقيه يقوم لازقك في كرسي مطلع عزم كبير جدا لغايه لما تيجي تعدي ال 4000 ار بي ام وتكمل تلاقي الموتور اتكفى على وشه والعزم قل جامد وانت هتحس بالقللان ده، والهورس باور خلاص كسر ال 200 حصان وبعدين رجع يقل تاني. في حين ان موتور السوبارو من اول الدوسه لاخرها انت حاسس بنفس العزم ما بتحسوش بيقل، والتسارع عمال بيزيد والهورس باور عمال بيزيد.
فالموتور الجي ام ده شويه شبه الديزل كده، تحسه موتور ديزل بيشطب بدري، بيخلص ار بي ام بدري، وما عندوش نفس على الار بي ام العالي. وبما اننا شبهنا الموتور ده بالديزل، تعالى اوري لك الفرق بينه بقى وبين موتور تيربو ديزل. شايف الموتور الديزل عامل ازاي؟ مطلع عزم كمان اعلى من الموتور ال 5700 سي سي ال V8، ومطلع هورس باور يا دوبك لمس ال 200 حصان عند 3500 ار بي ام تقريبا، وخستع بعد كده. وطبعا نزلة التورك دي انت هتحسها، كل ما التورك بيقل على قد ما انت كنت مشفوط في الحتة دي، كل ما التورك بيقل كل ما انت حاسس ان العربية وقعت على وشها وما عادش فيها، ما بتسحبش زي الاول. حتى لو الهورس باور تقريبا ما اتغيرش في المنطقة دي كلها، برضه هتبقى حاسس انها ما بتسحبش نفس السحبة الاولانية. موتور زي الديزل ده طبعا بيبقى سعيد جدا في المنطقة اللي هي من 2000 2500 ار بي ام، 3000 ار بي ام ممكن يبتدي يزعل منك. هو عايش مبسوط جدا في المنطقة دي، يعرف يزق، يعرف يشد، يعرف يشيل. لكن هتقول له اجري بقى وتسارع، لا لا، الموتور التنفس الطبيعي ال 2000 سي سي احسن منه بكتير. طيب تعالى بقى دلوقتي هجيب لك موتور كهرباء 200 حصان ونشوفه عامل ازاي جنب الموتور بتاع السوبارو. زي ما انت شايف المواتير الكهرباء بتطلع العزم بتاعها وقتي من اول ار بي ام، يعني من اول الزيرو ار بي ام لو كملت الخط ده هتلاقي شكله عامل كده اهو، وهتلاقي العزم بتاعه بيقل مع زياده الار بي ام، ودي هتحسها في اغلب العربيات الكهرباء المين ستريم، باستثناء الحاجات العنيفه جدا زي البليد واللوسيد اير والحاجات دي. ولو جيت بصيت على الهورس باور بتاعه هتلاقيه بيزيد 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 لغايه لما تقريبا يلمس ال 200 حصان ويفضل خط مستقيم. فهو التورك بيقل والار بي ام بيزيد، فناتج المعادله مطلع لك تقريبا خط مستقيم. لكن لو هتقارنه بالموتور ال NA طبعا فرق التورك ال 200 نيوتن متر دول فرق مهول جدا، اي حد هيعرف يحسه، والاستجابة بتاع الموتور الكهرباء لحظية. موتور كمان 200 حصان نقارنه بالموتور السوبارو، موتور 2000 تيربو زي بتاع مجموعة فاج. هنا الموتور في الحالة الستوك بتاعته هتلاقيه بيوصل لعزم 280 نيوتن متر، ويفضل ماسك عليها تقريبا لغاية 5000 ار بي ام، ويبتدي ينزل بالتدريج لغاية 6500 ار بي ام. بس اللي جميل في منحنى الموتور ده ان هو خط طالع لفوق، طول ما انت دايس طول ما انت دايس عمال بيزيد لغاية في الاخر هيحصل بلاتو كده شوية. فكيرف الهورس باور بتاعه شكله جميل وفي تصاعد مستمر زيه زي الموتور ال NA، لكن في شوية فرق هورس باور ما بين الاتنين دول. ليه؟ بسبب فرق العزم اللي موجود ما بين الموتورين، واحد مطلع حوالي 200 نيوتن متر والتاني تقريبا 250 60 70 نيوتن متر اغلب الوقت. وبالتالي بالرغم من ان ده 200 حصان وده 200 حصان، الا ان انت هتبقى حاسس في الموتور ال 2000 التربو بشدة او بشفطة مش موجودة في الموتور ال NA. وعلشان خاطر طاهر صديقي انا هزود على الرسمة دي موتور تالت، موتور 1400 تربو اللي هو التوين شارجد، بس متون ومطلع حوالي 200 حصان علشان نشوف هو عامل ازاي جنب الموتورين التانيين. سيبك من النطة اللي هنا دي، هو ابتدى يدوس على الداينو من اول هنا، لكن خلينا نبص على الجراف بعد كده. كهورس باور الهورس باور تقريبا زيه زي ال 2000 التربو، باستثناء في الاخر بيموت شوية. ليه؟ لان هتلاقي بالرغم ان هو متون ومطلع 200 حصان، الا ان في فرق تورك ما بينه وما بين ال 2000 التربو، بالذات على الار بي امات العالية، وده هيبقى محسوس. هنا الهورس باور مكمل شوية، هنا الهورس باور هدى ومش مكمل زي الأول. آخر موتور 200 حصان هجيبهولك بقى، ودي مقارنة عجيبة شوية. هرسم لك الموتور السوبارو وهقارنهولك بموتور السوزوكي الجي اس اكس ار موديل 2020. زي ما انت شايف الصفات ما بينهم مختلفة تماما تماما. الموتور طبعا بتاع السوزوكي أصغر بكتير من موتور السوبارو، فانت هنا هتبص على التورك، هنا هتلاقي انت بتتكلم 200 نيوتن متر، التاني بيلعب حوالي 100 نيوتن متر، 110 120 نيوتن متر أغلب الوقت. ده مطلع ال 200 حصان بتاعته عند 7000 ار بي ام، ده مطلع ال 200 حصان بتاعته عند 13000 ار بي ام. فدي شبه أول مثال اديتهولك، المثال النظري، إن أنا اقدر ازود الار بي ام واطلع بيه هورس باور اعلى، بالرغم ان العزم بتاع الموتوسيكل اقل من العزم بتاع العربيه، الا ان مع زياده الار بي ام قدر يطلع لك منه هورس باور زيه زي العربيه. طيب يبقى لو انت هتختار موتور من المواتير دي كلها، تختار ال NA ولا التربو ولا ال 5700 سي سي ولا الكهرباء ولا التربو ديزل ولا ال 2500 سي سي 6 سلندر؟ يعني لو قلنا هناخد المواتير دي كلها وهنركبها في نفس العربية بنفس الوزن بنفس الفتيس بنفس النقلات الجير ريشيوز بنفس كل حاجة، وهنركب فيهم الخمس ست سبع تمن مواتير اللي أنا قلت لك عليهم دول، تفتكر أنهي واحدة هتبقى أحسن تسارع؟ أنهي واحدة أنت هتحب تسوقها أكتر؟ بتاعة التسارع دي ممكن نقعد نجادل فيها شوية، لكن أنهي واحدة أنا أحب أسوقها أكتر دي بتختلف من شخص للتاني. لكن الخلاصة إن كل المواتير دي 200 حصان، كلها مش شبه بعضيها ولا العزم بتاعهم شبه بعضيه،
ولو حطيتهم في نفس العربية بنفس الفتيس بنفس الجير ريشيوز بنفس كل حاجة مش هتلاقي التسارع بتاعهم شبه بعضيه نهائي. وتعالى نلعب لعبة مع بعض كده، هنحطه في نفس العربية اللي أنا قلت لك عليها دي، وعايزك تقول لي أنت شايف أنهي موتور في كل المواتير اللي أنا قلت لك عليها ال 200 حصان هيكون صاحب أسرع تسارع فيهم. أنا كده فاضل لي جرافين كمان عايز أختم بيهم علشان ليا وجهة نظر عايز أوصلها لكم، وهي شكل المنحنى بتاع الهورس باور والتورك. الرسمة اللي أنت شايفها دي العربية جولف 5 ستيج 2 فيها التربو الكي او 3. زي ما أنت شايف العربية دي متونة ومشدود عليها جامد، شايف العزم طلع لغاية فين؟ لغاية 450 تقريبا نيوتن متر. بس من بعد ال 3500 ار بي ام انت في منحنى نازل للهاوية لغاية 7000 ار بي ام عند 250 نيوتن متر. الفرق ال 200 نيوتن متر دول انت هتحسهم جدا 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 في النزلة، ودي اغلب شكاوى الناس اللي بتتون عربيات كي او 3 وتخلي شكل المنحنى بتاعها بالمنظر ده، ان هو بيحس بشفطة وبعزم عالي جدا في الحتة دي، وبعدين فجأة الاحساس ده يروح ويحس ان العربية خلاص ما عادتش بتسحب زي الاول. في حين انك لو بصيت على منحنى الهورس باور هو طالع 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 وبعدين هيبلاتو من اول 4500 ار بي ام لغايه تقريبا 7000 ار بي ام، خط ثابت. دي مش احسن حاجه في الدنيا. في احساس احسن من كده؟ في احساس احسن من كده. تعال نجيب عربيه جولف 5 فيها موتور البي واي دي تربو كي او 4 تربو اكبر شويه، البيك تورك الاتنين تقريبا قريبين من بعض، الاتنين تقريبا 450 نيوتن متر، بس ده لمسها شويه ونزل، والتاني لمس 450 نيوتن متر وتقريبا فضل مكمل بالمنظر ده. فانت الشفطة دي هتحسها، السحبة دي هتحسها وتفضل حاسسها لغاية الريد لاين لغاية لما تنقل، ومعاها الهورس باور طالع في خط مستقيم لغاية فوق لغاية تقريبا الريد لاين. فانت مع كل نقلة انت حاسس بنفس الشفطة مستمرة ما بتقلش، والار بي ام كل ما بيزيد والهورس باور بيزيد انت حاسس ان سحبة العربية عمالة بتزيد. وانا اسعدني الحظ وركبت مع واحدة من العربيات القوية جدا اللي مركبة تربو كبير وشكل الكيرف فيها بالمنظر ده. انا فعلا مجرد ما التربو بيشتغل انا بتلزق في الكرسي وافضل لازق فيه لغايه الريد لاين، ينقل النقله اللي بعديها انا مكمل لازق في الكرسي نفس الباور بالظبط نفس اللزقه، فربنا يبارك له فيها. فهو ايه اللي خلى بقى يبقى فيه فرق في العزم في الحته دي ما بين الموتور الاولاني والموتور التاني؟ هو التربو، ان التربو نفسه اطول شويه علشان اكبر، عارف ان هو يدي شويه بوست زياده في المنطقه دي، في حين ان الراجل ده اتطلب منه بوست اكتر من اللي هو يقدر يديه، فقام مدي كل اللي عنده وابتدى يخستع في الاخر. انا شخصيا لو دي عربيتي وحبيت اتونها انا مش هعمل شكل المنحنى بتاعها كده. انا هعمل ازاي؟ انا هقوم واخد الكيرف ده لغايه هنا مثلا وبلاتو كده، وافضل مكمل تورك ثابت على قد ما اقدر بتحكم فيه عن طريق البوست، وبعدين غصب عني هنزل هنا، ممكن ابقى انقل عند 6000 ار بي ام 6500 ار بي ام، مش لازم اكمل لغايه هنا، وهتلاقي الهورس باور بتاعها طالع بالمنظر ده وشكله عامل كده اهو. صحيح مش هيوصل لنفس الرقم العالي، وصحيح في فرق كبير ما بينهم هنا، وصحيح ان سحب العربية التانية دي مش هيبقى نفس سحب العربية الأولانية، لكن السواقة بتاعتها وإحساس ان انا التورك اللي جه ووقع على وشه ده مش هيبقى موجود. انا هحس باللزقة اقل شوية، لكن هحس بالشفطة بتاعت التورك دي هفضل مكملة معايا كده خط مستقيم، والهورس باور طول ما هو عمال بيزيد انا عمال بحس بتسارع ومبسوط بالعربية. وده زي ما قلت لك اختياري انا الشخصي، لو انا عندي العربية دي انا هعمل فيها كده اهو. وعلى فكره في دبليو في التيونز الستوك بتاعتها بتعمل تقريبا نفس المنظر ده بالظبط. واخر حاجه عايز اقولها ان هيبقى في ميزه تانية لشكل الكيرف بتاع التورك لما يكون عامل كده اهو، ان هنا انت ممكن اول ما تدوس تلاقي العجل بيفرك منك جامد جدا، انت هنا هتلاقي الموضوع لينير شويه والتصاعد بتاع الهورس باور لينير شويه. وده هينقلنا لاخر جراف بتاعت عربيه بورش 992 تيربو اس، بس راكب فيها الباكج الاي اس 900 فيها توين تيربوز هايبريد تيربوز. التورك بتاعهم زي ما انت شايف تقريبا شبه في تصاعد طول الوقت، فانت طول ما انت الار بي ام عمال بيزيد، لا ده انت السحبه والشفطه اللي بتحسها واللزقه في الكرسي دي عماله بتزيد طول ما الار بي ام بيزيد، وفي نفس الوقت الهورس باور عمال بيزيد بشكل خطي جدا. فانا متاكد ان عربيه زي كده لو ركبتها هتبقى احساس الاكسلريشن فيها ممتع جدا، وغير عربيه ممكن تكون بتطلع هورس باور او تورك اعلى منها بس شكل الكيرف يكون عامل كده اهو. يعني انا متاكد ان اي اس موتور كان ممكن في التيون بتاعهم بالتربوهات اللي هم مركبينها دي، وهم بالمناسبه قالوا الكلام ده اكتر من مره، كان ممكن يخلوا شكل التورك عامل كده اهو. بس هو ما بيعملش كده ليه؟ علشان الدرايفابيليتي، علشان ما يحصلش ويل سبين عنيف هنا اهو، والتورك يبقى طالع بالتدريج وانت تبقى في نفس الوقت الاحساس والسحبه بالتدريج. مفيش فايده ان انا اخد تورك كبير قوي هنا اهو وما اعرفش استعمله او انزله على الارض. لكن اللي بيخلي ناس تقوم عامله شكل التورك كده اهو ان هو بيبقى استعمل تربو صغير نفسه بيتقطع فوق ما بيعرفش، فبيدي لك اقصى حاجه موجوده عنده تحت وبيسيبه لك ينام فوق، وبالتالي انت بتحس ان التربو مات وجاب اخره مع الريد لاين.
نيجي بقى للدروس المستفادة. أول حاجة لما تسمع رقم إن عربية 200 حصان، الرقم ده ما بيحكيش الصورة كاملة. ال 200 حصان دول في أنهي حتة؟ شكل الكيرف بتاع التورك عامل إزاي؟ التورك ده بيكمل الار بي ام العالي ولا بيقع بدري؟ كل الحاجات دي مش هتعرفها غير لما تشوف الداينو تشارت علشان تعرف الصورة كاملة وتعرف تقارن موتور بموتور. تاني حاجة يبقى فرضية إن عربية 200 حصان وعربية 150 حصان، ال 200 دي لازم تغلب ال 150، وإلا ال 200 دي ما طلعتش 200 حصان بحق وحقيقي، أو العربية دي مش مظبوطة. ترجمة الحصانة دي على الأرض ده موضوع الحلقة الجاية بإذن الله، موضوع التسارع، وهتكتشف ان الموضوع مش بالضروره يكون مرتبط برقم الهورس باور زي ما انت متخيل. تالت حاجه، انت ما تعرفش عربيتك كام حصان من غير داينو. لو عربيتك ستوك ونازله من المصنع، المصنع بيقول لك انها كذا حصان، خلاص ماشي، لكن عربيتك متونة انت ما تعرفش عربيتك كام حصان. ممكن تقول بالشبه الناس اللي زيي بيطلعوا حوالين كام حصان، اللي طلع منهم طبعا على الداينو، فبالتالي انا قريب منهم، لكن انت عارف هي كام حصان وشكل الكيرف عامل ازاي او بتطلع قد ايه عزم، انت ما تعرفش. واي واحد يقول لك انا عربيتي مطلعه 500 ويل هورس باور او مطلعه 700 نيوتن متر اوف تورك، لو ما ورالكش الشيت بتاع الداينو ما تصدقش الكلام. انا مش بقول ان هو كذاب، بس بقول لك لو ما شفت الشيت الداينو ما تسلمش للقصه دي. وتلاقي واحد يجي يقول لك انا عندي نفس الموتور ده، ايه ده انا عايز اطلع هورس باور زيه. طب هو مين قال ان هو اصلا بيطلع الهورس باور ده؟ رابع حاجه، مش كل الداينوهات زي بعضيها. ما تقارنش رقم عربيتك على الداينو ده برقم عربيه تانية على داينو تاني. عايز تقارنهم خدوا بعضيكوا انتوا الاثنين واطلعوا على داينو واحد ورا بعضيكوا، ساعتها تعرف تقارن الارقام دي بدي. واخر حاجه، التحويل من ويل هورس باور لكرانك هورس باور ده عليه خلاف كبير جدا. هو رقم ثابت مختلف من عربيه لعربيه، هي نسبه ثابته على حسب انت امامي ولا خلفي ولا رباعي، هي رقم مختلف او نسبه مختلفه لو انت اوتوماتيك او انت مانيوال او انت دي اس جي. خلاصه الكلام، لو انت طلعت داينو وعرفت عربيتك بتطلع كام ويل هورس باور، هو ده الرقم اللي انت تقوله. بكده احنا خلصنا حلقه النهارده. حلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله هنتكلم فيها على التسارع، ولسه موقف حاصل من يومين مع 2 اصدقائي انا اعرفهم شخصيا، عربيتين الفرق بينهم بالتقريب 50 ويل هورس باور، ده على داينو ده على داينو تاني، بس في فرق بينهم كبير. العربيتين في التسارع زيهم زي بعض بالظبط. ازاي؟ ده موضوع الحلقه الجايه. سلام عليكم ورحمه الله. العزم ان انت مثلا لو قمت ماسك هي اسمها ايه